السلام عليكم، تحياتي مشاهدي الكرام. بعد ما تأكد رسميا لجميع المتتبعين ديال كرة القدم أنه اللاعب بالعمري ورحيمي المستوى ديالهم طايح وطايح بزاف، وبعد ما بدينا كنعرفوا الخيوط ديال كل اللاعبين وشكون السبب ديالهم ديال الاستدعاء وشكون السبب اللي فرضوهم على المنتخب الوطني المغربي، مع الأسف الشديد كنا كنتمناو يكونوا لاعبين احسن منهم جاهزيه، وكاينين ماشي ما كاينينش، كاينين ما احسن منهم كفاءه وجاهزيه وطراوه بدنيه وصغر ويعطيو ما احسن. بالله عليكم مثلا رحيمي منين صاب لنا الزلزولي ودخل رحيمي، واش رحيمي حسن سفيان بوفال؟ لا علاقه صراحه لا علاقه، مع الاسف الشديد. بالعمري منين تقاسنا الحاج المزراوي، واش هذاك مدافع عباد الله في الدوري المصري وفاقد المكانه ديالو؟ مع الاسف الشديد هادو كنظن تفرضوا على المدرب وتفرضوا في المنتخب، فحسبنا الله ونعم الوكيل. على اي مستوى ديال الزلزولي والاصابه اللي كانت تعرض لها ضد النرويج، يعني بدات كتبان الخيوط ديالها انه اللاعب غادي يكون واجد مور دور مجموعات. فاذا به المدرب ما اتخذ حتى موقف احتفظ به، قال لك حتى مور دور مجموعات يمكننا نشاركوه ديك الساعه. يعني دار واحد النوع ديال واحد المغامره، لان ذاك الجناح بلا زلزولي كيولي تقريبا شبه مشلول، وعندنا مقابلات قويه، مقابلات يعني خصنا فاصله، والاجنحه مهمين في كره القدم، هما المفتاح ديال اللعب. كنا كنقولوا ربما يستدعي بوفال يعني في بلاصه الزلزولي، الا كان الزلزولي يعني تعذر عليه رسميا بعد الاصابه ديالو ما غيلعبش كاس العالم. ولكن المدرب يعني صراحه نديرها مغامره دارها واحتفظ به، وقال لك ما غنعيط حتى لواحد على ريت ما يبرا، ندوزو دور مجموعات ونلعبوه. يعني شنو نقول لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. هذه كتذكرنا في الاصابه اللي تعرض لها اللاعب البرازيلي ويلسون، يعني ويسلي 6 ساعات دوز انشيلوتي ما كملاش، عيط اديرسون لاعب اتلانتا وبلاصه، يعني به فيه الناس ما خدامه، الناس كتوجد، الناس يعني عارفه شنو عندها وعارفه ما لها وما عليها، وعندها التزامات وعندها شخصيه وكاريزما. يعني ضبط المشكل فرمشة عين، مشى لاعب جاب لاعب. حنا مع الاسف الشديد مشاو لاعبين لا علاقه لهم بكره القدم حاليا، دازهم التاريخ وتفرضوا علينا انهم غادي يمشيو صحه للمنتخب، ويعني لا اله الا الله محمد رسول الله. وتقاس قدر الله ما شاء فعل، تقاسنا لاعب ما تمش المنادسه على لاعب واحد اخر، وبقى الوضع كما هو عليه. نتمنى الله خير في المقابله الافتتاحيه ان شاء الله ضد البرازيل، لان هي المفتاح ديالنا ان شاء الله ديال التاهل للدور الثاني. ونتمنى والله بالحاج المزراوي حتى هو يعود من الاصابه وتكون الاعاده قويه. اما الى بقى مصاب مع المقابله اللي دازت كان غياب ديال انس صلاح الدين، فغادي تكون بالعمري كارثه على المنتخب الوطني في ديك الجهه كما لاحظتوا ضد النرويج ودار كارثه. اما فما بالك منين غيلعب في ديك الجهه ديالو اما رافينيا او فينيسيوس غيبقاو يتراوحوا عليه، اذا غادي يديروا لنا تما طريق كتدي وكتجيب صراحه ضده. فلا اله الا الله محمد رسول الله. تحياتي للمشاهدين الكرام، واللي وصلت لهنا درنا واحد لايك ومتابعه القناه فضلا وليس امرا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.